هو مش بيقولك، بس الموضوع أثّر فيه فعلًا، أكتر بكتير مما تتخيّلي، لإنّك لو هنا فده معناه إن في حاجة مش مضبوطة. هو مش بيتكلّم، مش بيتصرّف زي ما كنتِ متوقّعة، ومش بيبيّن حاجة واضحة، بس أنتِ حاسّة إن في حاجة حصلت وأنتِ عندك حق، أنتِ بس فاهمة الموضوع غلط، لإن الراجل مش بيبيّن اللي حاسس بيه، هو بيكتمه جوّاه، مش بيكلّمك، بس بيفكّر فيك، مش بيدوّر عليك، بس بيقارنك بغيرك، مش بيعترف، بس في حاجة جوّاه اتغيّرت بسببك، وده بالضبط اللي موجعك، إنك مش عارفة إذا كنتِ فعلًا مهمة عنده والّا كل ده كان بس في دماغك. في الفيديو ده مش هتلاقي تخمينات، هتفهمي بالضبط إيه اللي بيحصل جوّاه لمّا تكوني فعلًا لمستِ حاجة فيه، حتى لو عمره ما هيقولها. خلّيكِ معايا، لإن اللي هتسمعيه دلوقتي هيشيل الشك ويرجع لك السيطرة. في حاجة لازم تفهميها، وده هيغيّر طريقة رؤيتك لكل حاجة. الراجل مش بيبطّل يحس، هو بس بيبطّل يبيّن، وده الفرق اللي مسبب لك لخبطة، لإنك بتفسّري اللي شايفاه وهو عايش اللي مش بيقوله، وهنا بيبدأ الغلط. فاكرة إنه مش فارق معاه لإنه مش بيكلّمك، إنه كمّل حياته لإنه مش بيقول حاجة، إنه ما اتأثّرش لإنه بيتصرّف عادي. لأ، في أغلب الأحيان أكتر حاجة بتأثّر فيه هي الحاجة اللي قرّر ما يعبّرش عنها، لإن الراجل مش بيعالج مشاعره زيّك، مش بيتكلّم عنها، مش بيسيّبها ومش بيشاركها، هو بيقفل عليها جوّاه وبيكتمها وبيزقّها لجوّه، وكل حاجة بتتدفن مش بتختفي، بتتراكم، بتتغيّر، بتتشوّه، والأهم بتكبر. تخيّلي راجل عاش معاكِ علاقة مش كاملة، مش مثالية، بس مختلفة، أنتِ ما جريتيش وراه، ما حاولتيش ترضي كل حاجة، وما لعبتيش نفس اللعبة العاطفية المعتادة. كان في لحظات خلّيتيه يفكّر، لحظات ما فهمكيش فيها كويس، لحظات حس بحاجة مش عارف يتعامل معاها. بدل ما يعالج ده، بيعمل اللي اتعلّمه من وهو صغير، يكمّل، يكمّل حياته، يكمّل روتينه، كإن ما فيش حاجة حصلت. بس من جوّاه الموضوع ما اختفاش، فضل إحساس مريّحش، سؤال مفتوح، حاجة ما قدرش يحلّها. وهنا بيحصل شيء خطير، وأنتِ فاكرة إنِّك بقيتِ والّا حاجة بالنسبة له، عقله بيشتغلك في صمت، من غير ما يكلّمك، من غير ما يدوّر عليك، بس برضه من غير ما يسيبك تمامًا. تخيّلي دلوقتي هو مشغول في حياته وعالمه، وفجأة حاجة تفكّره، تصرُّف، كلمة، طاقة شبهك، ومن غير ما يقصد أنتِ بترجعي في دماغه، مش لإنه عايز يفكّر فيك، لكن لإنه ما خلّصش اللي عاشه معاك. اللي بيتفهم بيتساب، اللي بيتقفل بيتنسي، اللي بيتعالج بيخف، لكن اللي مش مفهوم بيفضل يطاردك، وأنتِ من غير ما تاخدي بالك بقيتِ ده. وده مش معناه إنه بيتألم زيك، مش معناه إنه بيعيط أو بيفكر فيك طول اليوم، ده معناه حاجة أعمق. أنتِ في جزء من عقله هو مش مسيطر عليه، وده أقوى بكتير، لأن المشكلة مش في الإحساس، المشكلة إنه مش عارف يعمل إيه بالإحساس ده. وهنا نظامه بيقف، مش عارف يتكلم، مش عارف يشرح، مش عارف يحل بسرعة، فبيختار يتجاهل. بس التجاهل مش معناه إنه ساب، التجاهل معناه تأجيل، وكل حاجة بتتأجل عاطفيًا بترجع أقوى، أعقد وأشد. تخيلي واحدة دخلت حياة راجل دايمًا متحكم في كل حاجة، حياته منظمة، هو اللي بيقرر، بيتحرك، بيسيطر، لكن معاها في حاجة اتغيرت، هي مش بتتأقلم، مش مبهورة ومش بتتصرف من نقص. في لحظة بتوريه حاجة بسيطة بس حقيقية، مش بتأكده زي الباقي ومش بترفضه، هي بس شايفاه، وده بيخليه مش مرتاح لأنه مش متعود على كده. بعد كده العلاقة بتهدى، مش لأنه ما حسش، لكن لأنه مش عارف يتعامل مع اللي حسه، فبيبعد، يكمل حياته ويتصرف عادي. بس بعد أسابيع بتفضل تظهر في دماغه،
من غير سبب منطقي، من غير دافع واضح. وهنا بيجي التفكير اللي عمره ما هيقوله بصوت عالي: أنا مش فاهم ليه ده أثر فيا بالشكل ده. وده بيهلكه أكتر مما تتخيلي، لأنه مش قادر يفسره. ولما الراجل ما يقدرش يفسر إحساسه، مش بيسيبه، بيخزنه. والحاجة اللي بتتخزن بتفضل. دلوقتي أهم نقطة ليك: أنت مش محتاجة تخليه يحس أكتر، ده بيحصل بالفعل. اللي لازم تفهميه هو ده: لما تبطلي تجري وراه، تبطلي تشرحي، تبطلي تحاولي تقفلي كل حاجة، أنت بتدي لعقله مساحة إن اللي كبته يكبر. وده حتى لو مش بيقوله، حتى لو مش بيبينه، بيأثر فيه أكتر مما تتخيلي. في لحظة معينة جدا كل حاجة بتتغير في عقل الراجل، مش لما يتعرف عليك، مش لما تعجبيه، ولا حتى لما يحس بانجذاب قوي ليك. اللحظة دي بتيجي لما يحس إنه ممكن يخسرك. وهنا الحقيقة اللي محدش بيقولها: الراجل مش بيتحرك بقوة وهو معاهك، بيتحرك لما يحس إنه مش ضامنك. لأن طول ما أنت موجودة، متاحة، ثابتة وسهلة الوصول، عقله مش بيدخل في حالة إنذار. بيحسك، بيستمتع بيك وبيستخدمك كجزء من استقراره. لكنه مش بيقيمك بعمق، مش بيفكر فيك بجد، ومش بيشكك في نفسه. لأن مفيش خطر، والحاجة اللي ما فيهاش خطر ما فيهاش استعجال. وده مش معناه إنه مش مقدرك، ده معناه إن نظامه العاطفي بيتفعل بس لما حاجة تبطل تكون مضمونة. تخيلي راجل كان على تواصل معاك، انت كنت موجودة، بتردي، ومتاحة عاطفيا. هو عارف إنه لو كلمك هتكوني موجودة، وعارف إنه ممكن يبعد شوية وانت هتفضلي. فبيرتاح، مش لأنك مش فارقة معاه، لكن لأنه مش حاسس إنه ممكن يخسرك. دلوقتي غير المشهد، من غير إعلان، من غير دراما، من غير شرح، انت بتتغيري. مش لعبة، لكن قرار. مش متاحة زي الأول، مش بتردي زي الأول، ومش حطها أولوية زي الأول. وهنا النقطة المهمة: انت مش بتعملي كده علشان تستفزيه، انت بتعملي كده لأنك بطلت تخوني نفسك. وده بيتحس، مش في كلامك، لكن في طاقتك. عقله بيلقط ده حتى لو مش بشكل واعي. بيبدأ يلاحظ غيابك، بيحس إن في حاجة اتغيرت، بيفقد إحساس السيطرة اللي كان عنده معاكي. وهنا بيجي التفكير اللي عمره ما هيقوله: أنا مش ضامنها زي الأول. وده بيحركه، لأن الراجل ممكن يتجاهل اللي معاه، لكن مش اللي بيضيع منه. وهنا ناس كتير بتغلط لما يوصلوا للنقطة دي. ولما هو يبدأ يحس بالمسافة، بيخافوا ويرجعوا خطوة لورا، يكتبوا، يشرحوا، ويحاولوا يصلحوا حاجة أصلا ما كانتش محتاجة تصليح. وساعتها التأثير كله بيقع، لأنك بترجعي متوقعة، مضمونة وسهلة. ولما ترجعي مضمونة، بتفقدي قيمتك في نظره. علشان كده الموضوع مش استراتيجية، الموضوع اتساق عاطفي. لأن لما تتغيري بجد، ولما ما تبقيش متاحة لحاجة مش بتفيدك، ولما ما تبقيش بتتصرفي من خوف، مش محتاجة تتصرفي بشكل مختلف، انت فعلا بقيتي مختلفة. وده اللي بيأثر فيه. تخيلي واحدة كانت موجودة فترة في حياة راجل، كانت دايما بترد، دايما موجودة، دايما ماشية معاه في نفس الإيقاع. هو شايفها مستقرة، مريحة، ومتاحة، لكن مش شايف إنه ممكن يخسرها. لحد ما في يوم حاجة فيها اتغيرت، ما أعلنتش وما عملتش دراما، هي بس بطلت تدور حواليه، وبدأت تركز على حياتها، طاقتها ومركزها. ولما حاول يرجع نفس العلاقة القديمة، هي ما ردتش زي الأول، مش من غرور، لكن من وضوح. وهنا هو حس، مش فاهم إيه اللي اتغير بس حاسس. بيفكر فيها أكتر، بيلاحظ غيابها، وبيقارن بينها زمان ودلوقتي. وساعتها بيظهر إحساس مش بيحبه: عدم اليقين، لأنه ما بقاش مسيطر. ولما الراجل يفقد اليقين، عقله بيدخل في وضع تحليل، بيراقب أكتر،
بيقيّس أكتر وبيتورّط أكتر من غير ما يقصد، وهنا بييجي أهم تفكير: أنا ما قدرتش الحاجة دي وأنا معايا، وده بيغيّر كل حاجة، لإنّك في دماغه ما بقيتيش اختيار، بقيتِ مخاطرة، والمخاطرة بتجيب انتباه، فأنتِ مش محتاجة تخلّيه يخاف يخسرك، أنتِ محتاجة تبقي واحدة بطبيعتها مش متاحة إنها تخسر نفسها، ولمّا تبقي كده، لمّا طاقتك ما تبقاش مُعتمدة عليه، ولمّا وجودك ما يبقاش مضمون، هو هيحس وعقله هيتغيّر، حتى لو ما قالش، حتى لو أنكر، وحتى لو اتصرّف كإن ما فيش حاجة حصلت، من جوّاه مش زي الأول، في حاجة عقل الراجل ما يعرفش يسيبها، مهما حاول يتجاهلها أو يشغّل نفسه أو يقنع نفسه إنها خلّصت، مش اللي أنتِ اديتيه ولا اللي عملتيه ولا حتى اللي حسّه وقتها، دي الحاجة اللي ما فهمهاش فيكِ، لأن الراجل يقدر يفهم المنطقي ويشرح المتوقع ويقفل اللي له معنى، لكن لمّا تقابله واحدة مش شبه اللي هو متعوّد عليه ومش بتتصرّف زي ما متوقع ومش زي الباقي، عقله ما يقدرش يحطها في قالب، واللي ما بيتحطش في قالب بيتكرر. الراجل متعود على أنماط معينة، عارف البنت المهتمة بتتصرف إزاي، عارف اللي عايزة تعجبه بتتصرف إزاي، عارف اللي بتدور على تأكيد بتتصرف إزاي، كل ده بيستوعبه بسرعة. لكن انت لأ، انت فيكي حاجة مش راكبة، ساعات تباني قريبة بس مش محتاجة، ساعات بتتواصلي بس مش بتدي نفسك بالكامل، ساعات بتبصيله كأنك فاهماه بس مش محتاجة منه حاجة، وده بيهزه لأنه ما عندوش تصنيف ليك، مش قادر يقول انت كده ليه، مش قادر يتوقعك ولا يقرأك بالكامل ولا يعرف هتعملي ايه بعد كده. وهنا بيبدأ الصراع الداخلي، لأن العقل محتاج نظام وفاهم، ولما ما يفهمش بيفضل متعلق. تخيلي المشهد ده، هو معاكي، كل حاجة ماشية بس مش بالطريقة المعتادة، انت مش بتحاولي تبهريه، مش بتوافقي على كل كلامه، مش بتحاولي ترضيه طول الوقت، انت بس موجودة، وفي نص الكلام بتعملي حاجة بسيطة، ما بترديش زي ما كان متوقع، ما بتمشيش على إيقاعه، ما بتدخليش لعيبته، بدل كده محافظة على نفسك، مش بتهاجميه ومش بتبعدي عاطفيا، لكن برضه مش بتتأقلمي. وهنا عقله بيقف، هو مش عارف إذا كنت مهتمة ولا لأ، بس كمان مش حاسس إنك مش مهتمة، مش عارف إذا كنت بتحبيه ولا أنت بس كده. والغموض ده بيشده، لأنه لأول مرة مش قادر يحدد الموقف، ولما مش بيقدر يحدده بيبدأ يفكر فيك. تخيلي واحدة دخلت حياة راجل شاف كتير في حياته، هو فاهم كل حاجة، مر بنفس الديناميكيات دي قبل كده كتير، عارف إمتى الست بتتعلق وإمتى يقدر يتقدم وإمتى يكون هو المتحكم. بس معاها لأ، هي مش بتسرع ومش بتهدى من الخوف ومش بتتصرف بدافع الاستعجال، في لحظة بيحاول يخلي التفاعل سطحي زي اللي دايما كان بينجح معاه، بس هي مش بتمشي معاه، مش بترفضه ومش بتتبعه، هي بس بتغير المستوى وبتاخده لحاجة أصدق، أعمق وأريح شوية، وبعد كده بتكمل عادي كأن مفيش حاجة حصلت، من غير ما تشرح ومن غير ما تبرر. وده بيخليه يفكر، لأنه مش فاهم بالظبط إيه اللي حصل، لأ كان رفض ولا كان قبول، كان حاجة تانية، وده بيسيب أثر جواه، لأن عقله مش قادر يقفل التجربة دي، مش قادر يقول حصل كده وخلاص، فبيرجع لها تاني وتالت في دماغه، يحاول يفهم، يحاول يركب الصورة، يحاول يعرف ليه كانت مختلفة. وهنا بيجي التفكير اللي عمره ما هيقوله، في حاجة فيها مش فاهمها، ودي أكتر حاجة بتفضل، لأن اللي بتفهمه بتسيبه، واللي مش بتفهمه بتفضل تفكر فيه. ودلوقتي الجزء اللي ممكن يكون مش مريح بس مهم جدا، كتير من الستات بتبوظ التأثير ده. إزاي؟ لما تشرح نفسها ولما توضح كل حاجة ولما تبقى عايزة تتفهم، بتقوله هي حاسة بإيه وبتفسر تصرفاتها
وبتدي لكل حاجة سبب، وفي اللحظة دي بتبقى متوقعة. ولما تبقي متوقعة بتبقي مش مثيرة لاهتمام عقله، لأنه مفيش حاجة يتحل فيها، ولا غموض، ولا توتر داخلي. كل حاجة بقت منطقية، والحاجة المنطقية مش بتتكرر في دماغه. عشان كده الموضوع مش إنك تلخبطيه، الموضوع إنك متصغريش نفسك عشان تتفهمي بسرعة. لأن لما تبقي حقيقية ومش بتمثلي ومش بتتغيري عشان تعجبي، ساعتها تبقي معقدة. والتعقيد اللي متماسك مش بيتنسي، مش عشان انت صعبة، لكن عشان انت حقيقية. والحقيقي مش دايما بيتحب، بس بيتحفظ. وهنا بيحصل أقوى حاجة. بينما غيرك بيشرح، انت بتثبتي. بينما غيرك عايز يتفهم، انت بس موجودة. وده بيخلق في عقله حاجة مش قادر يقفلها. والحاجة اللي مش بتتقفل بتفضل. في حاجات الراجل يقدر يستحملها، وحاجات لأ. يقدر يستحمل إنك تبعدي، يقدر يستحمل إنك متكلميش معاه، حتى ممكن يستحمل إنك تبقي مع حد تاني. بس في حاجة بتهزه من جواه مهما حاول ينكر، إنه يشوفك كويسة من غيره. مش كويسة بمعنى الشكل، ومش كويسة تمثيل، كويسة بجد. هادية في نفسك، من غير خوف، ومن غير ما تحاولي تثبتي حاجة. لأن ده بيكسر كل اللي كان متصوره. وهنا النقطة المهمة، هو مش بيتوجع عشان خسرك، هو بيتوجع عشان اكتشف إنك ما كنتيش محتاجاله. وده اللي بيهزه، لأنه طول ما كنت موجودة وبتردي وبتدي اهتمام، عقله كان بيبني قصة. هي هنا عشان محتاجاني، هي فضلت عشان أنا مهم بالنسبة لها، مش هتمشي. هو مش بيقولها بالكلام، بس حاسسها كده. والإحساس ده بيديله سيطرة. دلوقتي غير المشهد، انت مش زي الأول. مش عشان بتلعبي، لكن عشان اتغيرتي بجد. بطلتي تلفي حواليه، بطلتي تردي بدافع الخوف، بطلتي تحطي أولويات لحاجات مش مديالك استقرار، وابتديتي تعملي حاجة شكلها بسيط بس العقل مدمرة. بقيتي كويسة من غيره، وده بيكسره. لأن مفيش مكان للحاجة دي في تركيبته، مش عارف يحطك فين. قبل كده كنت مضمونة، دلوقتي مش واضحة. قبل كده كنت جزء من حياته، دلوقتي بقيتي حد يقدر يكمل من غيره. وهنا عقله بيخش في صراع. تخيلي واحدة كانت دايما متاحة عاطفيا، موجودة، مفتوحة، دايما هناك. هو اتعود وما قدرش قيمتها لأنه عمره ما حس إنه ممكن يخسرها. بس في يوم حاجة فيها اتغيرت، مش بشكل درامي ولا عنيف. هي بس مش زي الأول. ركزت على حياتها، على شغلها، على طاقتها، على تطورها. ما بقتش بترد بنفس السرعة، وما بقتش موجودة في كل تفاصيله، وما بقتش ماشية على نفس إيقاعه. والأهم، باين عليها إنها ثابتة، مش بتدور عليه، مش بتطلبه، مش بتحاول ترجعه. هي بس مكملة. وهنا بيبدأ يحس بحاجة مش متوقعها، عدم راحة. لأن عقله مش قادر يستوعب إزاي حد كان قريب كده بقى ثابت كده. بيبدأ يراقبها أكتر، يشيك عليها من غير قصد، يفكر فيها في أوقات ما كانش بيفكر فيها قبل كده. وهنا بيجي التفكير اللي عمره ما هيقوله، إزاي هي كويسة من غيري. وده بيضغط عليه، مش عشان هو عايزك تتوجعي، لكن لأنه كان متوقع إنك تحتاجيه أكتر. وهنا أقوى نقطة، لما الراجل يشوفك كويسة من غيره، الأنا بتاعته بتتاخد ضربة هادية، لأنه ما بقاش حاسس إنه أساسي. ولما يحس إنه مش أساسي، بيبدأ يسأل نفسه، أنا كنت إيه في حياتها بجد؟ كنت مهم زي ما كنت فاكر، ولا كنت موجود بس عشان هي اختارت كده؟ والسؤال ده بيحركه، لأنه لأول مرة أنت مش حد هو مسيطر عليه، أنت حد مش محتاج. وده بيغير الصورة تماما. بيشوفك بشكل مختلف، مش أبعد، لكن أغلى. لأن القيمة مش في قد إيه بتدي، القيمة في قد إيه مش محتاجة تدي عشان تبقي كفاية. ودلوقتي
لازم تفهمي حاجة، ده مش بييجي بالتمثيل، مش بالستوريز، مش بإظهار إنك كويسة، بييجي لما تبقي كويسة بجد، لأن عقل الراجل بيفرق بين الحقيقي والمصنوع، ولما يكون حقيقي مش بيقدر يتجاهله، مفيش سيطرة عليه، وما بقاش يقدر يتحكم في الديناميكية زي قبل كده، وده بيحطه في وضع جديد، المراقب. ولما الراجل يتحول من متحكم لمراقب يبقى فقد السيطرة العاطفية، وساعتها بتظهري أكتر في دماغه، مش عشان قريبة، لكن عشان ما بقيتيش متاحة زي الأول، وده بيخلق توتر داخلي مش قادر يحله بسرعة. وكل حاجة مش بتحل بسرعة بتفضل. خلي بالك من دي، مفيش حاجة أقوى من واحدة مش محتاجة تثبت إنها كويسة، لإنها كويسة فعلا. دي واحدة مش بتجري ورا حد، ومش بتنافس، ومش بتستهلك نفسها، دي واحدة بتكمل. ولما واحدة تكمل من غير ما تبص وراها، الراجل اللي كان فاكرها مضمونة بيبدأ يبص أكتر بكتير مما يعترف. في نقطة كل راجل بيوصل لها، مش في الأول، ومش وهو شايف إنه متحكم، لكن بعد كده، لما انت مبقتيش زي الأول، ولما العلاقة اتغيرت، ولما خد وقته يفهم بطريقته، وساعتها بيجي التفكير اللي عمره ما هيقوله بصوت عالي: ده وجعني بجد. بس مش هيعترف، مش عشان مش حقيقي، لكن لأن الاعتراف هيكسر حاجة جواه، لأن إنه يعترف إن واحدة أثرت فيه معناه إنه ما كانش متحكم بالكامل، والراجل بيحمي إحساس السيطرة أكتر من مشاعره، عشان كده بينكر، وبيغطي، وبيقلل، وبيخبي، بس مش بيمسح، لأن اللي أثر فيه بجد مش اللي عملتيه، لكن اللي حركتيه جواه. الراجل ممكن ينسى واحدة كان معجب بيها، ممكن ينسى واحدة شارك معاها لحظات، ممكن حتى ينسى واحدة حبته جدا، بس عمره ما ينسى واحدة غيرت إحساسه بنفسه. وده بالظبط اللي عملتيه من غير ما تاخدي بالك. تخيلي المشهد: كل حاجة خلصت أو هديت، هو كمل حياته، خرج، عرف ناس جديدة، رجع لروتينه، من بره كل حاجة طبيعية، بس من جواه في حاجة مش مظبوطة، لأنه بدأ يلاحظ فرق مع حد، بس مش حاسس نفس الإحساس. الكلام ماشي، بس مش بيأثر زي قبل، في تواصل، بس مفيش عمق. وهنا بتظهري انتي، مش كذكرى مثالية، لكن كنقطة مقارنة، كنقطة جواه بيقيس عليها من غير ما يحس. وهنا بيجي التفكير المزعج: كان فيها حاجة ما لقيتهاش في حد تاني، وده بيوجعه، لأنه مش قادر يعوض الإحساس ده. ولما ما تقدرش تعوض حاجة بتعرف قيمتها، بس بعد فوات الأوان. واللحظة دي مش هيقولك عليها، مش هيبعت يعترف، مش هيتصل يقول، مش هيكشف نفسه كده، لكنه هيعيشها في تفكيره، في مقارناته، في اللحظات اللي بيهدي فيها. وهنا بيحصل اللي محدش بيشوفه: بيبدأ يحترمك من بعيد، لأنه لما كنت موجودة ما كانش فاهمك بالكامل، لكن لما مبقتيش موجودة بنفس الشكل حس. وده بيغير قصته من جواه. انت ما بقيتيش واحدة من كتير، ولا تجربة عادية، انت بقيتي اللي هزته وخليته يفكر ويحس من غير سيطرة، وده مش بيتنسي بسهولة. تخيلي راجل قابل واحدة مش زي الباقي، مش بتجري وراه، ومش بتمجده، ومش بتتغير من الخوف، بس كمان مش باردة، بتقرب، وبتبين نفسها، بس من مركزها. أوقات بتريحه، وأوقات بتخليه يفكر، وأوقات بتخليه يحس إنه متشاف، وبعدين اختفت بنفس الهدوء، من غير دراما، من غير فوضى، بس رجعت لنفسها. الراجل ده في الأول مش بيفهم وبيكمل، بس مع الوقت بيلاحظ محدش بيحسسه بنفس الإحساس. وهنا من غير ما يقول ولا يعترف ولا يعبر، بيحس: دي أثرت فيا بجد، مش عشان كان واقع في الحب، ومش عشان مش قادر يكمل، لكن عشان حاجة جواه اتغيرت بعدها. وده اللي بيفضل. وفي الآخر مش محتاجة إنه يقول، مش محتاجة تأكيد، مش محتاجة دليل. لما تفهمي ده
بتبطلي تدوري على تأكيد، وبتفهمي تأثيرك مش من اللي بتاخديه، لكن من اللي بتسيبيه. لأن الست اللي بتسيب أثر مش دايما بيتقالها شكر، بس دايما بتسيب تغيير، والتغيير مش بيتنسي. افتكري، الراجل ممكن ينكر إحساسه، لكن مش يقدر يمسح اللي غيره. ولو انت كنت السبب، حتى لو عمره ما قال ولا اعترف ولا عبر، انت أثرتي فيه. وفي النهاية هو مش بيقول، بس انت غيرتي فيه حاجة فعلا. دلوقتي انت فهمتي حاجة أغلب الناس مش بتشوفها، وعشان كده بيتعبوا أكتر من اللازم. مش كل اللي الراجل بيحسه بيقوله، مش كل اللي بيأثر فيه بيظهره، ومش كل اللي بيغيره بيعترف بيه. بس ده مش معناه إنه ما حصلش، معناه إنه حصل في مكان جواه مفيش له كلام. لأنك ما تدخلتيش حياته كواحدة من كتير، انت دخلتي كتجربة مش قادر يقفلها، كإحساس مش عارف ينهيه، كحاجة خليته يحس من غير سيطرة. وده مش بيعيش في كلامه، ده عايش في عقله، مش في اللي بيبينه، لكن في اللي بيفكر فيه لوحده. عشان كده بطلي تركزي على اللي بيعمله بره، وابدأي تفهمي اللي بيحصل جواه. لأن لما الست تبطل تدور على تأكيد وتتمسك بقيمتها، مش محتاجة حد يقولها إنها قصرت، هي عارفة وحاسة. وده بيغير طريقة مشيها في الدنيا. ما بقتش مستنية تتختار، بقت حد مش سهل يتبدل. وما بقتش محتاجة إجابات، لأنها فهمت اللغة الحقيقية اللي مش بتتقال لكن بتتعيش. وهنا بيحصل التغيير الحقيقي، لأن بينما غيرها بيحاول يخليه يحس انت فهمتي حاجة، هو حاسس بالفعل بس مش عارف يعبر. وده حتى لو مش هيقوله، حتى لو هينكره، حتى لو هيكمل حياته، مأثر فيه أكتر مما تتخيلي.